النهارده بقى هنستغل العلبتين دول وهنعمل بيهم افكار حلوه جدا. طريقتهم سهله ومش هياخدوا معاكم وقت ابدا. فاول فكره دي هنستخدم علبه الحليب او ممكن كمان تستخدموا علبه السمنه. استخدمت ستيكر خشبي قصيته كده على قد العلبه بالظبط، بعدين غلفتها بيه وبدات افرغ الهواء واحده واحده كده، ولو في اي زياده كده ممكن نقصها. في الجزء اللي تحت ده بدأت ألزق كده خيش صناعي يبقى بلاستيك ومش مرن قوي زي الخيش العادي، وعادي يعني ممكن ما تعملوش الخطوة دي. بعد كده هنعمل الرجول، فاستخدمت خافض لسان، لزقت 2 في بعض وجبت واحدة كمان وقصيتها بالنص ولزقتها عليهم. الطريقة دي حلوة جدا، مستحيل العلبة تفك من الخشب، بتبقى متينة اكتر يعني. وبعد ما لزقت الرجول على العلبة كده زينتها بالفصوص الذهبي دي، كان شكلها خطير قوي وهي جواها الزرع كده، الوانها تحفة وترندي كده وهتلاقي على اي الوان عندكم. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في اول فكرة، وتعالوا نشوف تاني فكرة. المرة دي هنستخدم علبة حليب برضو، بس علبة كرتون، فممكن تستبدلوها بعلب العصير الكرتون. حددت من الكرتونة كده تقريبا 14 سنتي وقصيتها. انا هغطيها كلها دلوقتي بعصاية الايس كريم، فقصيتها بنفس الطول. بعدين جبت قطعة قماش وكنت تانية الحرف لجوه ولزقاه بالشمع، بعدين بدأت اثبتها على الكرتونة بعد ما سبت حوالي 2 سنتي من فوق. حرف القماش من هنا كده كنت تانية لجوه برضو قبل ما الزقهم في بعض. وبس كده بقى ندخل القماش ده كله لجوه. كان المفروض الزق كرتونه متغلفه بالقماش على قد القاعده من جوه ومن بره، بس انا فقدت الشغف لحد هنا فقلت هزينها وخلاص. كان عندي الستنسل ده شكله حلو قوي، استخدمت الوان اكريليك وكمان استخدمت المدق ده. لازم نخف اللون بقى الاول على ورقه كده بره وبعدين نشتغل على الستنسل. الخشب ما كانش متساوي طبعا فما طلعتش احسن حاجه، فظبطت الرسمه كده بالفرشه وطلعت حلوه قوي. وبس كده استخدموها منظم لاي حاجه بقى، للاقلام او الفرش او فرش الميك اب كمان، اي حاجه تحبوها. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتس.